الله وبركاته. طالبات الصف الخامس الابتدائي ان شاء الله نبدا مع بعض الدرس الثاني في الوحده الثانيه. اسم الوحده ارض بلادي ومواردها. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن بلادي مسؤوليتي او بلدي مسؤوليتي. اول حاجه هنبدا نتكلم عليها مع بعض، بيقول لي مصرنا الحبيبه بنعيش على الارض بتاعتها، بنشرب من ميتها، لذا يجب علينا ان نحافظ عليها ونبذل كل جهدنا عشان ننهض بيها ويحصل فيها تقدم، عشان تفضل دوله قويه وتفضل دوله متقدمه. طب تعالى نعرف مع بعض الاول يعني ايه معنى كلمه المسؤوليه الوطنيه. معنى كلمه المسؤوليه الوطنيه هي واجب المواطن تجاه وطنه، وتشمل الالتزام بالقوانين بتاعة الدولة، العمل على تقدم الدولة والحفاظ على مواردها. أول حاجة هنبدأ نتكلم عليها هي واجبي نحو الوطن. إيه الواجبات اللي لازم أعملها ناحية الوطن بتاعي؟ واحد، أكون مواطن صالح، يعني ما أكونش فاسد وأعمل حاجات غلط في الدولة. اتنين، أشارك في أي عمل تطوعي أقدر إن أنا أساعد فيه. رقم 3، أحافظ على المرافق العامة اللي موجودة في الدولة، زي المدارس، زي المستشفيات، زي الطرق، زي المواصلات. رقم 4، أحافظ على نظافة الشوارع. رقم 5، ألتزم بالقوانين اللي حطتها الدولة وأحترم النظام. رقم 6، لا أردد الشائعات اللي أنا بسمعها التي تسعى إلى هدم المجتمع. تاني حاجة نبدأ نتكلم عليها هي حماية موارد الوطن. من واجبنا كمواطن إن احنا نحافظ على الموارد الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا في الدولة، وكمان نحافظ على الموارد البشرية. بما تفسر ليه؟ لأنها سر النهضة، وذلك من خلال ما يلي. واحد، ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ومعنى كلمة ترشيد هنا يعني تقليلهم عند عدم الاستخدام. رقم 2، المساهمة في حماية التراث والآثار اللي موجودة في الدولة بتاعتي. رقم 3، أحاول أحمي الموارد المائية من التلوث. تالت حاجة هنبدأ نتكلم عليها مع بعض هي المشاركة في تنمية الوطن. يستطيع كل فرد أن يشارك في تنمية وطنه، وده من خلال أكتر من طريقة. إن أنا أجتهد في الدراسة بتاعتي، أعمل بإتقان وإخلاص العمل اللي أنا بشتغله، تشجيع المنتجات الوطنية وما اشتريش من حاجات من بره. رابعا، التعاون ما بين أفراد المجتمع. يعني إيه عايزين نفهم؟ يمكننا أن نتعاون بطرق عديدة. ندلل على كده ممكن العمل بشكل جماعي، مساندة بعضنا بعضا في الشدة والرخاء، الحفاظ على الأمن والسلام. طب تعالى نفهم مع بعض أهمية التعاون. التعاون بيجعل المجتمع أكثر ترابط، يعني إن إحنا بنكون مرتبطين مع بعض وبيعيش أفراده في تفاهم. خامس حاجة هنبدأ نتكلم عليها هي نماذج للمسؤولية تجاه الوطن. المعلم بيربي الأجيال وبيغرس فيهم القيم. طيب، زي مثلا الجندي بيدافع عن الوطن وبيحمي حدوده، الشرطي بيحافظ على الأمن والنظام، الطبيب بيعالج المرضى بإخلاص، العامل بينجز عمله بإتقان لخدمة المجتمع. تعالى ناخد مع بعض حقيقة تاريخية. بيقول لي ما فعله الجنود المصريين في حرب أكتوبر. احنا كان عندنا حرب اسمها السادس من أكتوبر عام 1973. اللي عمله الجنود المصريين في الحرب ده خير دليل على الشجاعة، ان هم التضحية، ضحوا بأرواحهم، كل ده عشان حاجة واحدة بس، هي حماية حدود الوطن. تعالوا نعمل مع بعض يا شباب رحلة لمحافظة الوادي الجديد. أخدنا معلومة قبل كده عن محافظة الوادي الجديد، هي أكبر محافظة في مصر أو في دولتنا مصر من حيث المساحة، واللي ظهر قدامنا ده هو شعار المحافظة. الموقع بتاعها موجودة فين؟ تقع محافظة الوادي الجديد على خريطة مصر في اتجاه الجنوب الغربي. زي ما انت شايف على الخريطة كده، باين من على الخريطة انها مساحتها كبيرة جدا. طيب، تعتبر هي محافظة من ضمن المحافظات البيئات الصحراوية، وتعتبر مساحة محافظة الوادي الجديد بالنسبة لباقي المحافظات كبيرة المساحة.
إيه هي موارد محافظة الوادي الجديد؟ تعتبر الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر، حيث تبلغ مساحتها حوالي 44% من مساحة مصر كلها. تشتهر بإنتاج حاجتين هما التمور وزيت الزيتون. بها الكثير من المناطق الأثرية زي معبد هبس وكمان مقابر المزوقة. تنتشر بها التكوينات الرملية، ولكنها تشتهر بالواحات الخضراء مثل واحة الخارجة وواحة الدخلة وواحة الفرافرة. المستقبل بتاع محافظة الوادي الجديد نحد ان احنا نهتم بالتمور ونحاول ان احنا نصدرها لبلاد بره، الاهتمام بتسويق الاماكن السياحية اللي موجودة بيها. الى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.